السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي البروفيسور الفوت. وهذه المرة فيديو جديد اللي غنطرقوا فيه الجديد إصابة اللاعبين المغاربة بعد مباراة منتخب النرويج، وكذلك كيفاش كان الأداء العام ديال المنتخب المغربي. المهم بعد الأداء الكبير اللي قدمه المنتخب المغربي خاصة في الشوط الأول، جاء الخبر اللي قلق بزاف المغاربة الصراحة، اللي كان هو الإصابة ديال نصير مزراوي اللي خرج الدقيقة 29 بعدما حس بعدم الارتياح وانزعاج على مستوى الكتف ديالو. ولحد الآن ما كاين حتى شي بلاغ رسمي كيأكد أن الإصابة خطيرة، وممكن يكون الطاقم التقني فضل يخرجوا كإجراء احترازي فقط باش يكون حاضر إن شاء الله في المواجهة القادمة ضد المنتخب البرازيلي. أما بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي، فراه خرج مع نهاية الشوط الأول بعدما وقع ليه التحام قوي مع الزميل ديالو شادي الرياض عن طريق الخطأ. ومن خلال ملامح وجه اللاعب الزلزولي والطريقة اللي خرج بها، بان لي أن الإصابة ممكن تكون على مستوى الركبة، وهو الشيء اللي زاد خوف الجماهير المغربية. لكن حتى الآن مازال ما كاين حتى شي بلاغ رسمي كيأكد طبيعة الإصابة، ولا واش غادي يكون الزلزولي حاضر ضد البرازيل أو ما غاديش يكون ضد البرازيل وغيكون حاضر في المباريات الأخرى، أو أن هذه الإصابة غادي تقدر تأثر عليه في المونديال وتمشي له المشاركة ديالو. كنتمناو إن شاء الله تكون إصابة خفيفة لعبد الصمد الزلزولي ونصر المزراوي، حيث المنتخب المغربي محتاج جميع العناصر ديالو، خصوصا عبد الصمد الزلزولي اللي كيشكل دابا واحد من اهم اللاعبين في الطريقه اللي كيعتمد عليها محمد وهبي، وهو اللي قادر ينجح الطريقه كيفاش باغي يلعب محمد وهبي، بسبب داك الغابيديتي ديالو، السرعه ديالو، والفارق اللي كيصنعوا في الثلث الهجومي الاخر. ان شاء الله تكون الاخبار مطمئنه، ونشوفوا اللاعبين ديالنا سالمين وجاهزين في المواعيد الجايه. نتمنى ان شاء الله نتسناو التقارير الطبيه تخرج، ونتمنى ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير. وبالنسبه لنا غادي نوافيكم بالجديد اولا فاول، لحظة خروج تقرير طبي إن شاء الله. أما بالنسبة لأداء المنتخب المغربي فبصراحة الشوط الأول كان ممتاز، المنتخب قدم مستوى كبير وطبق أفكار المدرب وهبي بشكل واضح. لاحظنا أسلوب لعب قريب من اللي شفناه مع المنتخب المغربي اللي شابه في المونديال ديال شيلي، مبني على الضغط والانتقالات السريعة وخلق الفرص وداك لي ترانزيسيون غابيد اللي استغليناهم. وكان جا الهدف ديال إبراهيم دياز اللي كان من تمرير لعب الصمد الزلزولي. الشيء اللي كان خاص هو استغلال الفرص فقط، حيث المنتخب المغربي ضيع أهداف محققة صراحة، من بينها لعب الصمد الزلزولي بالإضافة لمحاولات خطيرة لكل من أشرف حكيمي وإبراهيم دياز. ولكن التركيز كان خص التركيز شوية أكبر قدام مرمى، كنا نخرجوا بنتيجة مريحة في الشوط الأول. أما بالنسبة للشوط الثاني فتراجع الأداء نوعا ما، وهذا الشيء طبيعي كان بسبب التغييرات الكثيرة اللي دارها المدرب محمد وهبي، وخروج تقريبا جميع اللاعبين الأساسيين، الشيء اللي خلى نسق المباراة يهبط شوية. واستغل المنتخب النرويجي التراجع هذا وسجل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. بالنسبة لي النتيجة ماشي هي الأهم في هذا النوع ديال المباريات الودية، الأهم هو أن المنتخب يطبق أفكار المدرب ويزيد انسجام أكثر وأكثر. والأهم من هذا الشيء كله هو أن اللاعبين يخرجوا سالمين غالمين بلا إصابات قبل انطلاق كأس العالم. صحيح أن هذه المباريات عندها تأثير صراحة على التصنيف العالمي، ولكن دابا الأولوية هي تكون مجموعة كاملة جاهزة بدنيا وندخلوا كأس العالم بجميع العناصر وبأفضل جاهزية ممكنة. نتمناو إن شاء الله نشوف المنتخب المغربي حاضر بقوة ويقدم مونديال يفرح جميع المغاربة إن شاء الله بإذن الله. كان معكم أخوكم بروفيسور الفوت، شوفوا فيديو جديد.